ننتقل بعد ذلك إلى ملاحظات عامة على قواعد النطق. هنشوف إن أي حرفين ساكنين متتاليين ينطقان كحرف واحد، زي مثلا كلمة كوم يعني مثل، هنا الام ما نشددش على الحرف خالص بنقول كوم. زي كلمة جام، هنا الدبل ام او الدبل ام يتعاملوا او يعملوا كام واحدة. هنا برضو كلاس، شوف الحروف الساكنة في نهاية الكلمة لا تنطق غالبا، ودي ملاحظة مهمة جدا. تتميز اللغة الفرنسية بأن الحرف الأخير للكلمة لا ينطق، أو ممكن يكون آخر حرفين أو ثلاثة. طبعا مش بيكون في كل الكلمات، لا يعني بيكون السائد أو المعروف في اللغة الفرنسية أن الكلمة الحرف في الكلمة أو الحرف الأخير في الكلمة لا ينطق، باستثناء طبعا الحالات الخاصة أو الحالات الشاذة، لأن لكل قاعدة إيه حالات خاصة بيها أو شاذة. زي كلمة لما نشوف كلمة grand، ما بقولش grand، نو بقول grand، بخنف كمان هنا، أو بننطق الحروف نزل أي حروف أنفية، لأن حروف اللغة الفرنسية في المقام الأول هي حروف بتعتمد على الحروف المتحركة والحروف الأنفية. لذلك اللغة الفرنسية في الكلمات بتاعها والكلام الخاص بها في الجمل بتكون لغة ذات موسيقى، لأنها بتعتمد على الحروف المتحركة. كمان الحروف الأنفية اللي بنقولها كده لازم يكون في درجة يخنف كده في الكلام عشان خاطر الصوت يطلع بشكل مظبوط. كمان زي كلمة بوتي، حرف الت هنا لا ينطق، فآخر هنا حرف الاي اللي هو بالانجلش اي، بوتي. كمان كلمة كور اللي هي حصة او تيجي بمعنى محاضرة، هنا الاس لا تنطق، ما ينفعش اقول كورس، خطأ، اس هنا لا تنطق. دي ملاحظة رقم 2. نشوف ملاحظات على نطق حرف السين. قال لي ينطق حرف است، ده حرف اس، في 3 مواضع أو إن صح القول 4. الوضعية لما يجي مثلا حرف است ده يجي بعده إما إن حرف الأ، دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إما إن حرف الإي. رقم 3 حرف الإيجراج. رقم 4 اللي هي اس ضيق. وهنشوف يعني الكلام ده. قال لي نبص كده، كلمة مدرسة ثانوية معناها ليسيه، ليه نطقتها بستي ولا ما قلتهاش مثلا ليكي؟ لأن الحرف الواقع مباشرة بعد حرف ستي هو إحدى الحروف الثلاثة التي تسمح لي أن يتم نطق الحرف في صورة حرف الأس، فبقول ليسي. زي كمان سينما. كمان ما قلتش كينيما، ليه؟ لأن حرف ستي واقع بعديه حرف الإي هو الآي بالإنجلش، بقول سينما. تعالوا نشوف كلمة ولد بالفرنساوي يعني جارسون. هنا لو لاحظتوا إن حرف الأو مش إحدى الحروف الثلاثة تسمح لي أن أنا أنطقه أست، لكن ليه نطقتها أست كمان بالرغم من الحرف ده مخالف للثلاثة؟ لأنه وضعت، خلي بالكم من العلامة الصغيرة دي، تمام؟ ده حرف الإس الصغير، ده حرف الاس صغير، فبنقول عليه سدي. هو عبارة عن حرف اس صغير بيوضع حرف اس علشان ينطق اس. طب ده في كل الكلمات ولا احنا بنكتب الكلام ده بمزاجنا ولا ايه؟ لا طبعا، يعني تبقى دي الكلمات دي معروفة وشكلها معروف وتحفظ كما هي. تحفظ الكلمة طبعا بالشكل الخاص بيها والنطق الخاص بيها. تعالوا نشوف كمان ينطق ش، او اذا جاء بعده حرف الاش، يعني حرف الاس ده يكون كمان نطقه مختلف اذا ذكر بعده مباشرة حرف الاش. زي كلمة شا، ما ينفعش اقول هنا كا، خطأ. شا، ليه قلتها شا ما قلتهاش كا؟ عشان الحرف اللي بعده حرف الاش، تمام؟ فطبعا نطق شا وليس كا، وشا معناها قط. كمان كلمة شيان يعني كلب، نفس القصة برضو. شاز يعني كرسي، شاز، ما قلتش كاز، لا قلت شاز.
بخلاف الملاحظات اللي احنا قلناها الأولى والثانية، ينطق مباشرة حرف الكاء. الكاء ينطق مباشرة حرف ايه؟ الكاء. زي مثلا كلمة كلاس، ليه ما قلتهاش سلاس؟ لأن الحرف الواقع بعد حرف الاس هو مش من الحروف الثلاثة، وكمان مش حرف الأش، فبقول كلاس. بقول كاماراد، كاماراد، كاماراد يعني زميل. فليه ما قلتهاش سامراد؟ لأن برضو نفس القصة، إن الحرف الواقع بعد حرف السي ليس حرف من الحروف الثلاثة، أو استدعي عليه، أو كمان مفيش حرف الأش، فبنت كاماراد. زي كلمة ساك يعني شنطة، دوكيومون، دوكيومون يعني وثيقة. هننتقل بعد ذلك إلى نطق حرف الجاء. وحرف الجاء ينطق جاء معطش، اللي هي باللغة مثلا الصعيد أو لهجة الصعيد، فبنقول ج وليس ج. طب إيه الفرق؟ طيب أو إمتى ننطق الحرف ده جا وإمتى ننطق جا؟ قال لي الحروف اللي إحنا خدناها مع حرف الس هي الثلاثة. لما يجي بعدها لما يجي أي حرف من الثلاثة بعد حرف الجاء ينطق ج معطش، فبنقول إيجيبت، إيجيبت يعني مصر. فهنا نطقت الجاء جاء وليس جاء. ما قلتش مثلا إيه إيجيبت، خطأ، لأن الحرف الواقع بعد حرف الجاء هو حرف من حروف الثلاثة اللي بيخلينا ننطق إيه جاء. إيجيبت زي كلمة غوج، زي كلمة غوج يعني لون أحمر. ما قلتش غوج، خطأ، قلت غوج، لأن الحرف هنا الأ وضع بعد حرف الجاء فنطق ج معطش. زي كمان كلمة آج، 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 قلتها آج وليس آج، لأن الحرف برضه هنا حرف الأ. كمان لا ينطق إذا جاء بعده N، وينطق حرف ال N مكسور أو مفتوح على حسب ما قبل حرف الجاء. يعني الكلام ده؟ قال لي كمان لما تلاقي حرف الجاء إذا وقع بعده مباشرة حرف ال N فلا ينطق جاء، ينطق إني، إني، إني. زي إيه؟ زي لما نشوف مثال زي كلمة ريف. كلمة ريف هنا اسمها كامبانيا، كامبانيا. ما قلتش إيه كامباجن، خطأ، كامبانيا. ليه طيب عملتها كده؟ علشان خاطر إن حرف الجاء وقع بعده مباشرة حرف الN فلغى نطقه الأساسي فتحول النطق إلى إني. زي كلمة جبل مونتانيا، ما قلتش مونتاجن، خطأ، مونتانيا. زي كلمة سطر أو خط لينيا، لينيا، لينيا. ينطق حرف الجاء غير معطش فيما عدا ذلك، فيما عدا الملاحظة الثانية والملاحظة الأولى اللي ذكرناها. زي كلمة جام، أستيكا، قلتها جام وليس جام، لأن الحرف الواقع هنا مش من الحروف الثلاثة اللي بينطقها جيم معطشة، تمام؟ فبنقولها جام. زي كلمة محطة قطار جاغ، جاغ، جاغ. بقول جيتاغ، جيتاغ، جيتاغ. ده كان بالنسبة لنطق حرف الجاء. تعالوا نشوف نطق حرف الاس، ملاحظات عليه. ينطق الاس عادية، يعني في ملاحظات، وبرضه في حروف بتنطق حرف الاس. بس هنشوف اول حاجة مثلا كلمة سك. كلمة سك هنا معناها شنطة، انا نطقت حرف الاس عادي. كمان لما يبقى عندي دوبل اس بنطقها اس واحدة عادية خالص فوق الكلاس. كمان هنا كلمة سيستا، سيس يعني ستة. لو انتم ملاحظين هنا نطق مختلف، يعني هنا قلت سيس، ما قلتش هنا سيكس، لا تنطق هنا اس، وهنا برضو اداني ايه صوت الاس تبقى سيستا، سيستا، سيس يعني العدد رقم 6. كمان في ملاحظة مهمة جدا على حرف الاس. قال لي الاس اذا اتت بين حرفين متحركين فتنطق زد. زي كلمة ميزون، ما ينفعش اقول هنا كلمة، ما ينفعش انطق ميسون، خطأ، لان هنا في حرف متحرك، تمام؟ في حرف متحرك وهنا حرف متحرك، فطبعا هتبقى زد ميزون. غوز، غوز، غوز يعني لون او الوردة. زي كمان كلمة شاز،
هنا تنطق زد لأن الحرف هنا متحرك والحرف هنا متحرك، يبقى إيه؟ يبقى تنطق زد. ينطق زد أيضا إذا جاءت في نهاية الكلمة وجاء بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك. دي مهمة جدا لما الاقي مثلا هنا كلمة آخرها حرف الاس والكلمة الأخرى الواقعة مباشرة بعدها تبدأ بحرف متحرك فتنطق زد، زي لما بقول إيه كلمة الأصدقاء ليزامي، ليزامي، ما ينفعش أقول ليسامي، خطأ، دي ملاحظة مهمة. كمان ils ont يعني هم يملكون، هم يملكون، تمام، دي ملاحظة مهمة جدا جدا جدا. تعالوا نشوف ملاحظات على نطق حرف الإكس. ينطق ج زد، ج زد إذا وقع بين حرفين متحركين، زي ما بقول إكزاما، إكز، بص ما قلتهاش إكس، قلت إكز، إكز، فحرف الإكس ده نطق حرفين وليس حرف واحد فقط. ليه طيب؟ علشان خاطر كان في هنا حرف متحرك وهنا حرف ايه متحرك، فتنطق إكزاما، زي إكزامينيه يفحص، ده الفعل اللي جاي من الكلمة هنا. إكزامينيه يعني يفحص أو يمتحن أو يختبر. ينطق كي أست إذا جاء قبله أو بعده حرف ساكن، زي لما أقول هنا إكسبليكي، إكسبليكي، ما قلتش إكزبليكي، خطأ، لأن الحرف هنا في حرف ساكن دخل معايا فمنع ان انا انطقها زي ما كنت بقولها هنا ايه اكزاما. هنا اقول اكسبليكي، اكسبليكي، زي اكسلون، اكسلون، ما قلتش اكسلون، خطأ، اكسلون يعني ممتاز. او كمان بتبقى مثلا في كلمات اللي اصلها مش فرنسي، بتبقى مثلا جايه من اللغه اليونانيه او مثلا انجلش، فبتنطق بالكي اس. يعني مثلا لو لاحظنا في كلمه تاكسي، تمام، يعني كلمة تاكسي ما قلتش تاكسي، بقول تاكسي. ملاحظة رقم 3، ينطبق الزد أو ينطق الزد إذا جاء في نهاية الكلمة وجاء بعدها كلمة تبدأ بحرف متحرك. نفس قصة حرف الاس من شوية، إذا كان حرف الاس، الملاحظة اللي قلناها، إذا كان حرف الاس يقع ما بين 2 متحرك، تمام، أو إذا كان حرف الاس موجود في نهاية الكلمة والكلمة الأخرى تبدأ بحرف متحرك فينطق زد. نفس القصة هنا مع حرف الإكس، فبقول ديزون، ديزون، ما بقولش ديكسون، خطأ، ديزون، ديزون. كمان لما أقول سيزون، سيزامي، سيزامي، ما قلتش سيكسامي، نو، سيزامي، سيزامي. هنا حرف الإكس عُمل أو نُطق كحرف الزد. تعالوا نشوف أمثلة على بعض الحروف المركبة اللي بتتكون من حرف و2 أو 3. نشوف النطق بتاعها مثلا زي تي اش فتنطق تي، على عكس الانجليش بتبقى ذا كده. فهنا زي كلمة شاي اللي هي كلمة تي، تي. البي اش تنطق حرف الاف، زي بقول فوتو، فوتو صورة. كمان السي اش بتساوي الاس اش، بقول كلمة شميز، شميز يعني قميص، فالصوت ده بيديني صوت الش. كلمة سيون، لما نشوف مثلا كلمة زي السباحة ناتاسيون، ناتاسيون، فالمقطع ده بينطق سيون. لو هنقول مثلا ان الكلمة في اللغة الانجليزية بتبقى اخرها ش، زي مثلا information، traduction، فبنقول مثلا اللي هو information. فأي حاجة في الإنجليش بتبقى شيون أو ش، تدي على طول في الفرنساوي سيون، سيون. أنا بتكلم في المقطع ده عشان خاطر بس إيه الناس هتقول طب ما هنا في ما قلتش ليه سميز، لا ده شكل غير الشكل. فأي نطق بيكون في الإنجليش شيون أو information، تبقى في الفرنساوي information، natation يعني سباحة. وتنطق تيو عندما تسبق ب اس، يعني لما نشوف مثلا كلمة question، question، question يعني سؤال، إيجيبسيان. كمان هنا في ملاحظة لما ليها حرف التي بعد مباشرة حرف الإي ان فتنطق سيان،
زي إيجيبسيان إيجيبسيان. كمان في صوت بيديني برضو صوت است معاها، زي إذا كان هناك كلمة بتنتهي بالستاء إي أن، فبرضو بتديني صوت السيان زي ميكانيسيان ميكانيسيان. لو انتم ملاحظين هنا بقول إيجيبسيان ميكانيسيان، نفس الصوت الأخير هو. يبقى إذا الملاحظات دي مهمة جدا جدا، نخلي بالنا منها علشان هي دي اللي بتوصلنا للنطق الصحيح للكلمة. تعالوا نشوف المجموعة دي في الحروف. لو كان عندي حرف الأو زائد حرف الإي فبقول وا، زي وازو وازو زي عصفور. لما الاقي حرف الإي اللي هو اليو بالإنجلش زائد حرف الإي اللي هو الأي بالإنجلش فبقول وي، زي كلمة وي يعني نعم وي او وي. بص حرفين أو نطقين او وي وي وي. إذا كان هناك حرف الإي زائد دبل ال، أي حرفين من ال مضاعفين زائد حرف الأ، فبتنطق أي، فبتنطق أي، زي ما بقول كلمة في في في، أي بنت. ما ينفعش أقول فيل، خطأ، في في. في بعض الحالات برضو بيختلف النطق، يعني لو احنا مثلا لقينا كلمة مدينة، هنا مش هينفع اقولها في، لا هتنطق فيل، ما هي لكل قاعدة شواذ، فبقول ايه فيل فيل. اذا كان عندي الصوت ده اللي هو الA U A U A U X فبتنطق او، تنطق زي صوت حرف الاو بالظبط. تمام. هنا مش او، لا هنا معناه او، نقفل شويه، زي مثلا كلمه سياره اوتو اوتو اوتو. كمان لما الاقي عندي ان في كلمه بيبقى فيها الحرفين دول مع بعض زي الاي اي او الاو او الاو تي او الاو زد او الاو دي فبتنطق اي زي كلمه ولكن اللي هي ما بيكون الحرفين دول زي حرف ال A بالإنجلش بالظبط، فبقول ما. إذا كان هناك كلمة في اللغة الفرنسية بتنتهي بالM N T فبتنطق مو وليس منت ده بخلاف الإنجلش، فبقول كومبليمون ما قلتش كومبليمنت، كومبليمون يعني المفعول به. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم جديدنا أول بأول. في الختام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.